الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنت قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Evvela Ramazan-ı Şerif'in hem bizlere hem bütün alemi İslam'a hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden temenni ve niyaz ediyorum. Tabi Ramazan ayı Kur'an ayı. Çünkü şehru Ramazanellezî unzile fîhul Kur'an. O Ramazan ayı ki onda Kur'an indirilmiştir. Bu itibarla biz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mukabele sünnetini yerine getirmek üzere camimizde hem sabah namazından evvel ve öğle namazını müteakip mukabele okuyoruz. Malum Kur'an-ı Kerim ayet ayet, sure sure Efendimiz'e indirilince daha sonraları ki son senesinde Efendimiz'in vefat senesinde Cebrail Aleyhisselam'la Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karşılıklı Kur'an-ı Kerim'i okumuşlar ve buna mukabele denmektedir, karşılıklı. O itibarla biz de inşallah bu sünneti icra etmeye devam edeceğiz. Rabbim yapacağımız, okuyacağımız Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan bütün ecir ve sevabı dergâh izzetinde kabule karin eylesin. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Her yıl olduğu gibi cemaatimizin hakikaten mukabele sünnetine bayağı bir teveccühü var. Elhamdülillah. Yani bazen oluyor ki 40-50 kişi Kur'an-ı Kerim'i bizimle birlikte takip ediyor, mukabeleye iştirak ediyor ki 40-50 kişi de en az dinliyor. Tabi Kur'an'ı dinlemek de ayrı bir sevap. Tabi okunmasında ayrıyeten Efendimizin buyurduğu gibi her harfine 10 sevap verilecek. Bu itibarla biz de Kur'an ayında Kur'an'la hemhal olmaya çalışacağız.